كان ضروري ناخذ اجازه السولو، ما كنا هربنا، ما كان حد شايفنا. لا ما بتتذكري وقت لقطني المدير العام؟ راح حسن بالمرات بي الله يسامحه، من وقتها ما عاد هربت. بطلت. انت لو ما كانش فسد عليكي جميل ما كانش حدا لقطك. ابن حلال شو بدي احكي؟ عفوا، حضرتكم الموظفات؟ ايه للاسف، بس لا تستغربي، نحن التنتين لو ما عنا عرس ما كنتي شفتينا هون عم نظبط حالنا. وين بتشتغلوا؟ عن اذنك يا اختي. ايه جمانة؟ يا حي الله. لا مش راجعين على الشغل احنا. ان شاء الله ما بخبرك ايش خير، فيكي شي؟ يقي روحي روحي تضربي انت وهيك خبريه. هلا بس ارجع على البيت بحكيكي. شوفي شو القصة؟ المدير العام يا ستي الله يسامحه عمل لجنة لفض العروض وحط رئيستها نسرين خانم. عم تمزحي؟ هلا بده يشتغل القبض على كتافه. يا خوفي بكره نسرين خانم تروح تورط بقية اللجنة، هي ما بتعرف تاكل لحالها، هي بدها تطعمي التسعة لتاكل 10. والله عم بيخطر ببالي روح قله. يا باري دخلك، اوعك ها بكره حدا يشوفك يروح يقلها، هي وحدة مأذية بكره بتتبلاكي. الافضل ما تتدخلي، مزبوط مثل ما عم تحكي زميلتك، لانه على الاغلب متفقه هي والمدير. لا مديرنا دغري كثير، ووزيره مو طايقه لانه هو هيك وبده يطيره باي طريقه. بتعرفوا انه انا حبيتكم كثير، شو رايكم ناخذ ارقام التليفونات مشان كل ما بتجوا بركي بنلتقي؟ ايه والله فكرة حلوة كثير. اعطيني رقمك. والله يا ام طرفة، أنا قلبت الدولارات لذهب وحطيتهم وديعة بالبنك، إيش بدك بالحكي؟ الذهب غير. ايش بك لك ام زياد؟ ايش بك؟ ولخيت الدولار اضمن، وين ما سافرتي بتتحركي فيه بسهوله. لكن حبيبتي كيف ما بدك تحبي الدولار ما أنت جوزك مدير بنك. يا مي، وانت جوزك معاون شيخ الصاغه، منين ما بدك تجيبي ذهب وتشتريه؟ عفوا مدام، سمعتكم عم تحكوا عن الذهب، ليش بده يرتفع؟ والله بيرتفع الذهب بينزل الدولار، يا أما بيرتفع الدولار بينزل الذهب، او بيطلعوا اثنيناتهم سوا سوا. معقوله رح نضل هيك؟ والله انا جوزي مدير مصرف، عم بيحاول يحكي كثير بموضوع رفع القروض للناس ورفع الفوائد مشان يرجعوا الناس يحطوا مصراتهم بالمصارف. كثير حلو هالكلام، شو طلع معه؟ ما طلع معه شيء. رفضوا له هذا الطلب، عم بيقولوا لانه الوضع الاقتصادي ما منيح. ايه وانا جوزي كمان شرحه حاول يلغي الضريبه تبع السياق، عم راحوا يا حرام جمدوه وحطوه معاون. لا تزعلي لخيت، دايما الدوم هو بيتركك وبيروح. احسن لك هيك ولخيت، هيك بلزق بوجهك ليل ونهار. ان شاء الله الله يبليكي ما بلاني ويقعد بوجهك. يا ريت يا خيت يا ريت، ما انا جوزي شخصيته غير شكل، كل ما بيطلع الصبح بخاف عليه، قد ما انه حلو وله هيبه. يا الله انتو شو ظراف، حاسه حالي بعرفكم من زمان. امانه كل ما بتجوا لهون خبروني، نتواعد نشوف بعض. ممكن اخذ ارقامكم؟ ايه ايش علي لخيت؟ ايش اسمك؟ انا مدام حلا هاشم، ممكن تسيفي رقمي وتعلمي لي؟ ايه مامي. ايه حبيبتي. لا يا روحي مالي متولياني بقى لي كم شغله. ليكي ماما جهزي حالك وجهزي كل شيء، ما بدنا نتاخر على عرس المساء. اوكي ماما، يلا حبيبتي يلا باي باي. عفوا مدام، شو عندك اليوم؟ اليوم معزومه انا وجوزي على العرس بالشيراتون. يو شو هالصدفة؟ أنا كمان معزومة أنا وخطيبي على عرس بالشيراتون. والله؟ معناها ليكون نفس العرس، بيت العاطي والمانع؟ تمام، أنا من مداعي العروس. تشرفنا، وأنا من مداعي العريس. تشرفنا. شو بيشتغل زوجك؟ قاضي بالنيابة التمييزية. وخطيبك شو بيشتغل؟ صيدلاني، كان زميلة للعروس أيام الكلية. عم بيقولوا العريس كتير 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 غني ومريش.
بتعرفي؟ هلا انا سمعت من جوزي انه شافت الدنيا كلها، يعني قبض ورشاوي إيه قال الأكل كله جاي بالطيارة من برا، وتنسيق الورد من إندونيسيا. قالوا البنات اللي رح يضيفونا اليوم جايبينه من أوكرانيا. اي معناها محرزه روحها. هلا انا سمعت لك انه ابوها للعروس كمان ماله سهل، مستلم حبيبتي وزاره الانشاء والتعمير. أنا وإنشاء وأنا تعمير. كل المشاريع اللي استلمها صفيت على الأرض بهالأزمة. بيقولوا لك من أول فشكة هبطت هالبيوت على رؤوس أصحابها، بتقولي كأنها علب بسكوت. إيه مو حرام؟ لا وعلى قد ما له وقح قال ناوي يعيد تعميرها بعد الازمه، هيك مصرح بالجرايد. يوه ليش دخلت بنته حبيبتي؟ من أيام الجامعة كانت تشتري الأسئلة مشترى، خطيبي حكالي. لا وبعدين لما استلمت لهم رئيسة لجنة بالنقابة شفت لهم الصندوق تشفاية، صار المسكين عم يصفر على العظم. وانا طلعت منها مثل الشعرة من العجين، لزقتها بغيرها. عفوا مدام، هاي القصة كلنا سمعنا فيها بس ما حدا حكى بالتفاصيل. بدك تفاصيل؟ بجيب لك هلا من خطيبي كل التفاصيل من عرس اليوم وانتي راجعة برجوع. والله غريبة، معقول بعد كل شي مرقنا فيه لسه في هيك عراس بهالفخامة؟ لا حبيبتي، وقال في كتير مفاجآت بهذا العرس، فنانين وفنانات مشهورين، وقال شو بدهم يجيبوا راغب علامة وأحلام مشان يتخانقوا. قصدي مشان يغنوا. وينك؟ وقعي تعملي هيك بعرسك هون؟ لا ايوه، انا خطيبي ادمي وما بيحب الرشاوي، اصلا مشان هيك لحد هلا ما طلع له ولا منصب. ومشان هيك انا كمان انا بحترمه وبحبه. وبعدين وينك؟ نحن على الاغلب ما نعمل حفلة عرس، حدا بهالظروف بيعمل عرس. يا علي انا ايه والله، وانا كمان جوزي هيك الحمد لله، لا بينحلب ولا بينجلب، مشان هيك صار له مجمد بمكانه 9 سنين. والله أنا حبيتكم كتير وشوقتوني أعرف شو رح يصير معكم بالعرس. شو رأيكم ناخد أرقام بعض وتخبروني شو عم بيصير؟ ايه، وخدي صفحة الفيسبوك تبعي كمان، بلكي بنعمل جروب نميمة. يا ريت. يعني نحن من وين بنلاقي استاذ مثلك؟ شرفك ولو أستاذ، يعني مين في بأخلاقك وبنزاهتك؟ يا جماعة شو بكم شو صايركم؟ رايح موت أنا رايح استلم منصب وزير، يعني بدل ما تفرحوا لي. والله فرحنا لك من قلبنا، بس يعني عز علينا فراقك. أستاذ يعني بلا تاخذنا معك بس تصير وزير، يعني بتعرف أنت قال لي جاي بدالك من قرابة نسرين، يعني من نفس طقم الفناجين. خلاص تكرم عينكم، بكره بمجرد اني انا استلمت منصبي ومارست مهامي كنتوا تجوا عندي انتوا التنتين، بس متخيلين شو عم يصير معي يا جماعه؟ هذا اخر شيء كنت اتوقعه بحياتي، واحد مثلي يعينوه وزير، اللي مثلي كانوا هلا اول من زمان. الحمد لله، يحيى وش خير عليه استاذ، ان شاء الله يا رب بنوفق. يلا خلونا نخلص مشان تجوا لعندي على الوزاره. درفة هون ابو درفة. مرحبا اهلي. حط الفنجان من ايدك ها؟ وباركي لي لشوف. شو بدوا عليك ورفعوا القروض والفوائد؟ لك شو عم تحكي؟ اللي راح اقول لك اياه ما راح تتوقعيه بحياتك كلها ابدا. ايش بدي اتوقع؟ ايش بيطلع منهم؟ فنا وقريضه ومتنسله عريضه تعدي فيهم ان شاء الله. توقعي هالمره كل شيء. ايش شو؟ لانه رفعوني وصرت وزير مصارف يا عم ترفع. تحكي جد يا ابو درفة؟ والله ابوس روحك، انا ابوس روحك، خليني ابشر لك لك. تعي عدي يا الاولاد صار عندهم علم وهلا رايحين جايبين الحلوان وجايين. اخ يا عم ترفع، والله ما كنت متوقع اللي مثلنا يترفعوا، لا والله. تستاهل ابو درفة، بتستاهل. الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله يا رب. يلا هوان بسرعة. شوفي شو صحيح؟ وقعت لي قلبي، الولاد صاير عليهم شيء؟ مو صاير على الولاد شيء، ابوها اللي صار له شيء. خير شبك في شيء؟ احذري شو صاير. شو صاير؟ ما حذرتي؟ ما حذرت لي بقى انت. جوزك صار وزير. وزير؟ ايه وزير، وهلا جاي وصلك على البيت وارجع عندي اجتماع. وزير؟ ايه. طيب وزير شو؟ شايف شو ناعمين هالكروت؟ حبيبتي انا ما دخلني، انت نقي اللي بدك اياه. بس والله مو بكره تيجي تقلي انه ما عاد في عرس، يعني انت هلا صرت وزير للشؤون الصحيه، مو حلو بالمره نتجوز بدون حفله؟ امرك مرت سيادته، اللي بدك اياه انا جاهز. شايف مقدمي عليك شو حلو؟ ايه والله، بس بتصدقي حبيبتي
ما عم تزبط معي. يعني ما عم بفهم، واحد مثلي انا يحطه وزير. هلا رجعنا لهالموال. مراد يا سيدي اعتبرهم غلطوا وحطوه، مشيها بقى. يلا هلا بدي افتح اتفرج على الورد. وقد أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء عن أسماء الحكومة الجدد، وسيتم أداؤهم للقسم يوم غد. كيفك حبيبي؟ مبروك الحكومة الجديدة. الكل متفاجئ بالأسماء لحتى تعرف مرتك كيف عندها رؤية ثاقبة وبعد نظر. يعني وراءكم رئيس حكومة عظيم، زوجة مثلي. شكرا حبيبي. ايه أنا هلأ بالصالون، لا تتأخر لأنه الماما عازمتك على فتة مكدوس ويبرك. يلا يا قلبي باي. عامر